بدأ فيلمنا مع شخص شبه ميت مربوط في سرير وجسمه كله متغطي بمادة غريبة، وفجأة بيفوق وبيحاول يتنفس بصعوبة لكن ما بيقدرش يحرك ايده بسبب الغطا اللي بيبقى شبه شنقه. ويفضل الشخص ده يقاوم لحد ما بيقدر يشيل الغطا من على وشه، وبيظهر إنها بنت وبعدها بتقدر تفك ايديها وجسمها كله، وتلاقي نفسها موجودة على سرير ومتواصلة بأكتر من جهاز، وكأنها كانت هتموت. فبتشيل البنت الحقن اللي في ايديها وبعدها بتحاول تقوم، لكن بتلاقي نفسها محبوسة في مكان ضيق جدا، مش بيسمح لها حتى إنها تقعد في مكانها. وبتبقى الدنيا ضلمة جدا، فبتحاول تلمس بإيديها أي حاجة ممكن تفتح النور، وبيشتغل الجهاز اللي هي فيه بشكل تلقائي أول ما بيلقط إشارته الحيوية. وبتلاقي البنت نفسها في أوضة تبريد صغيرة جدا، واللي مهمتها تحافظ على الميت إكلينيكيا لأطول مدة ممكنة. وبيظهر إن البنت فاهمة إنها موجودة في حجرة تبريد، وبتكون حجرة ذكية، فبتتكلم مع المتحدث الآلي وبتطلب منه تعرف هي فين. فبيقول المتحدث للبنت إنه مش هيقدر يحدد الموقع، وبينصحها تنظم نفسها، وده لأن فاضلها بس 40% من الأكسجين. فبتحاول إنها تهدي نفسها، وبعدها بتسأل الجهاز عن اسمها، فبيقول لها إنه ميكروفون 273. بتقول له يوضح لها بقى اسم الحالة اللي تحت عنوان أوميكرون 273، لكن برضو الجهاز بيقول لها إن الاسم هو أوميكرون 273. وبتعرف البنت إن مفيش أي تشخيص طبي ليها، وإنها أصلا ما كانتش مريضة. وبتفتكر ذكريات مشوشة عن نفسها وهي منقولة على السرير المتحرك والدكاترة حواليها. بعدها بتفضل تجيلها ذكريات على شكل فران في معمل، وبيظهر إنه بيتعمل عليها تجارب. بتفتكر شكل متاهة عملاقة فيها فار صغير ماشي فيها، وبتفتكر شكل بيتها ووالدتها وصور كتير في كل مكان. بتحاول بأي شكل تفتكر اسمها أو السبب اللي خلاها توصل للمكان ده، لكن من غير أي فايدة. وبتدخل في توها وبتتطور وبتستهلك كمية أكتر من الأكسجين، وبتوصل النسبة الباقية ل32. وبيقول لها المتحدث الآلي النتيجة اللي وصلت لها من نسبة الأكسجين. فبتفضل تسأله عن السبب اللي خلاها موجودة هنا، عن بيانات المريض أو حتى المستشفى التابع ليه، لكن ما بتوصلش لحاجة. فبتقوله يعمل اتصال داخلي مع مركز العمليات. فبيحاول المتحدث الآلي إنه يتصل، لكن بيفشل. فبتخليه يعمل اتصال خارجي وبتطلب رقم الشرطة، لكن بسبب إنها مش عارفة اسمها أو المكان اللي هي فيه ما بيقدرش الشرطي إنه يساعدها، لكن بيسألها عن اسم الشركة المصنعة أو الرقم التسلسلي للجهاز. وبتلاقي البنت فعلا رقم التسلسلي للجهاز والشركة المسؤولة عنه. فبيحولها الشرطي لمدير مركز الشرطة في الوقت اللي بيحاول يتتبع فيه موقعها، لكن بيتقطع الاتصال وما بتقدرش تتصل بيه تاني. وفجأة بيجيلها فكرة وبتطلب من المتحدث الآلي يبحث عنها من خلال الحمض النووي بتاعها. وفعلا بيظهر شكلها وبتعرف إنها عالمة، وبيكون اسمها أليزابيث. وبيجيلها ذكريات مشوشة عن اسم ليز، وبتعرف إن اللي حواليها بينادوا باسم ليز. وتشوف صورة ليها مع جوزها لكنها مش بتكون فاكرة اسمه. وبيجيلها مكالمة من الشرطة وبتقول لهم عن اسمها، لكن الشرطة بتبلغ إنهم مش عارفين يحددوا مكانها، وإن الشركة المصنعة للجهاز اللي هي فيه قفلت مصنعها من 3 سنين، وإنهم دلوقتي بيحاولوا يوصلوا لأي حد يساعدهم في المصنع، لكن ما بيكونش في أي حد متعاون، وده لأن الساعة بتكون 2 بالليل. بيطلب منها تهدى وبيوعدها بعدها إنه هيساعدها، لكن ليز بتنهار وبتقول له إنها أكيد تحت الأرض، عشان كده مش قادر يلاقيها. فبيسألها الشرطي عن نسبة الأكسجين الباقية، لكن ليز بتفهم إنه ممكن يشوف إن الموضوع ما يستحقش، وساعتها مش هيضيع وقت ومجهود، وده لأنها كده كده هتموت مخنوقة. لكن الشرطي بيطمنها إنهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه. فبتسأل ليز المتحدث الآلي عن نسبة الأكسجين، ويقول لها إن النسبة وصلت ل29%، واللي معناه إن قدامها 72 دقيقة بس. ولو فضلت على نفس معدل التنفس الحالي فاحتمال المدة تقل ل45 دقيقة. فبتخاف ليز جدا وبتدخل في نوبة هلع، والخط بيقطع تاني. وبتتعب وبتطلب من المتحدث يتصل تاني، وبيفضل المتحدث يحاول لكن الاتصال بيفشل. فجأة بيشتغل جهاز التبريد بشكل آلي بعد ما بتقل نسبة الأكسجين أكتر. وبيبقى الإجراء الإجباري في الحالة دي هو تخدير المريض، لكن ليز بتحاول إنها تمنع حقنة التخدير وبتعطل جهاز التبريد. ويتكلم المتحدث الآلي إن في حالة تعمد تعطيل الجهاز، ودي تعتبر جريمة فيدرالية حكمها ممكن يوصل ل10 سنين سجن. ومبتهتمش ليز وبتقدر توقف حقنة التخدير، وبعدها بتحس بدوخة وبتفتكر ذكريات مشوشة عن حياتها. وبتفتكر أخيرا اسم جوزها واللي بيكون اسمه ليو، وبتطلب من الجهاز يبحث عن اسم جوزها، وبيلاقي رقمين وبتتصل ليز بالرقم ده، وترد عليها واحدة كبيرة. فبتقول لها ليز إنها عايزة تتكلم مع ليو، وبتسكت اللي بتتصل بيها اللحظة دي. وبعدها بتقول لها ما تتصلش بيها تاني،
لكن بتفضل ليز تتصل أكتر من مرة وبتترجى الست وبتقول لها إن في مشكلة ومحتاجة ليو يساعدها. وبعدها بتفقد الأمل وبتحاول مرة أخرى مع الجهاز إنه يوافق يفتح الكبسولة، لكن بيرد عليها الجهاز إن العملية دي محتاجة كلمة مرور المسؤول عن الجهاز، وما بتكونش ليزا عارفة كلمة المرور. وبتفقد الأمل، لكن بعدها بتفتكر تفتح الجهاز بشكل يدوي، وبتطلب من المتحدث الصوتي يديها مهدئ، وبتخرج الأيدي الآلية اللي هتديها الحقنة فبتكسرها ليز، وبتاخد الحقنة وبتفضل تحفر بيها في فتحة الجهاز. لكن الآلة بتاخد إجراء بالصدمة الكهربائية ضد أي محاولة اقتحام للآلة، وبتتكهرب ليز وبترجع تاني مكانها وهي منهارة. وبعد شوية بتجيلها مكالمة من الشرطة واللي بتقول لها إنهم يحاولوا يجيبوا كلمة السر عشان تقدر تفتح الجهاز. فبتقول له ليز إنها عايزة تعرف إيه اللي حصل لليا جوزها، فبيقول لها الشرطي إنها أصلا مش متجوزة ولا عمرها اتجوزت. بتتصدم ليز فبيحكي لها الشرطي عن حياتها واللي بتبقى فاكرة منها أجزاء كتير، لكنها بتكون متأكدة إنها متجوزة. وتجيلها صورة مشوشة عن جوزها وهو مريض وبيعاني فجأة، وبتسمع صوت حد بيتكلم جنب الشرطي فبتشك ليز وبتسأل عن اللي صاحبه بيقوله. فبيحاول الشرطي يهديها، لكن ليز بتحس بمؤامرات وبتسأل الشرطي عن اللي مأخره كل ده إنه يعرف كلمة السر، فبيهديها من غير ما يبقى بيقول لها حاجة مفيدة. فبتقرر ليز تقطع الخط وما بيقبلش أي مكالمة تانية، وبتطلب من الجهاز يعيد لها المكالمة من تاني. وبتسمع الشخص اللي بيتكلم جنب الشرطي يقول لها إنها متوترة ومش مركزة، وبتفهم ليز إن في حاجة غلط بتحصل. وبعدها بتبحث عن اسمها تاني وما بتلاقيش كل اللي شافته قبل كده، وعلى الرغم من إن كان ليها أكتر من موقع تواصل اجتماعي فجأة ما بتلاقيش أي حاجة. وبتحاول ليز تحفر ذكرياتها أكتر من خلال تنشيط مراكز الألم، وبتعور نفسها بالحقنة وبتفتكر أكثر عن حياتها. وتشوف صورة واضحة جدا لجوزها وهو بيعزف البيانو، وبعدها بتعزف معاه فبتتخيل ليز نفسها وهي بتعزف بيانو عشان تفتكر أكتر. وبعدها بتجيلها مكالمة من نفس الرقم اللي حاولت تتكلم عليه ليو، وتنادي عليها المتصلة باسم ليزي. بتستغرب ليزي ازاي عرفت اسمها، فبتقول لها المتصلة إنها عرفت من أول ما سمعت صوتها، لكنها ما كانتش مصدقة. بتقول لها إنها الوحيدة اللي هتقدر تساعدها، لكن ليز بتشك في كل اللي حواليها. بتقول لها إنها عايزة تتكلم مع ليو، لكن المتصلة بتقول له مستحيل، وبتطلب ليز من المتحدث اللي قال يقفل المكالمة. لكن الست برضه بتفضل تحاول تكلمه أكتر من مرة لحد ما ليز بترد وبتقول لها إنها مش هتتكلم من غير ما تسمع صوت ليو. وبتقول لها المتصلة إن ليو مات، وبتعيط ليز وبتنهار وهي بتفتكر ذكرياتها مع جوزها. وبعدها بتسمع المتحدث الصوتي وهو بيقول إنه قدامها 12% من الأكسجين. فبتخاف المتصلة جدا وبتقول لها إنهم ما عندهمش وقت. فبتقول لها ليز إنها عايزة كلمة المرور وإلا هتقفل المكالمة. فبتديها المتصل كلمة المرور، لكن بتترجاها ما تفتحش باب الجهاز، وده لأنها لو فتحته هتموت. بتطلب منها تديها فرصة تشرح لها كل حاجة، فبتديها ليز 10 ثواني. فبتقول لها المتصلة تفتح جهاز التحكم وبتخليها تختار رقم معين، وفجأة بتنعدم الجاذبية في المكان ومبتصدقش ليز اللي بيحصل. وبتسأل المتصلة عن مكانها وبتعرف إنها على بعد 700 ألف كيلو من الأرض. بتتأكد من المتحدث الآلي وبتقول لها المتصلة إنها كانت في مهمة تبع الجيش، المفروض إنها كانت تفضل نايمة لحد ما تنفذ مهمتها. فبتسألها ليزا عن المهمة وفجأة بتفتكر أكتر من ذكرى عن وجودها في جهة حكومية. فبتقول لها المتصلة إن مهمتها استعمار كوكب بينه وبين الأرض 14 سنة، وإن لسه قدامها وقت عقبال ما توصل. فبتسألها ليزا عن الوقت اللي فضلت نايمة فيه، فبتقول لها المتصلة إن بقالها أكتر من 12 سنة. وبتسألها ليزا عن السبب اللي خلى الشرطة تكذب عليها، فبتقول لها المتصلة إن المهمة اللي فيها سرية، وإن أي مكالمة غلط منها لأي حد هتكون السبب في فوضى إعلامية كبيرة. عشان كده أول ما الشرطة جالها اتصال منها، الوزارة اتدخلت بسرعة، وإن سبب كذب الشرطة عشان ما تشوش ذكرتها، عشان ما تفكرش حاجة أو تحاول تتصل بحد. تفهم ليزا إن الشرطي كان بيحاول يتكلم معاها أطول وقت ممكن عشان يمنعها تعمل أي مكالمة لحد، ولغاية ما الأكسجين يخلص منها وتموت. وبتفضل لسه ساكتة وهي بتحاول تستوعب اللي بيحصل. وبعدها بتسأل المتصل عن سبب موت ليو، فبتقول لها المتصلة إنه زيه زي ملايين من الناس اللي ماتت بسبب فيروس قاتل انتشر في كوكب الأرض، وإن الأرض قدامها جيلين بس وكل الناس هتموت والبشرية هتنقرض. وعشان كده بعتوا عدد كبير من الناس في كبسولات عشان يعمروا كوكب تاني. بعدها بتطلب منها المتصلة إنها تعمل الخطوات اللي هتقولها عليها، وده لأن الطريقة الوحيدة اللي هتنجيها هي إنها ترجع تنام تاني. بتقول لها إن لازم تكتشف الأول سبب صحيانها من الثبات العميق، وتعرف ليز إن السبب هو خلل في المخزون الاحتياطي للأكسجين. فبتطلب منها المتصلة تنقل عمل معالج أقل أهمية لمعالج تاني مهم، ده عشان تقدر تصلح الخلل. لكن فجأة بيتغير صوت المتصلة وبتكون خايفة جدا، وبتقول لها إن الأوان فات
وإنها لازم تحاول تصلح المشكلة قبل ما الأكسجين بتاعها يوصل 2%، وإلا الجهاز مش هيعمل لها إنعاش. تقول لها تدور على ليو، وبتسمع ليز صوت الشرطة وبتقبض على المتصل، وبتقفل المكالمة وبترجع ليز لوحدها من تاني. تفضل تحاول تتتبع الخطوات اللي عرفتها، لكنها مش بتلاقي المعالج الأقل أهمية اللي مش هيأثر على عمرها الافتراضي، وبيبقى نقل المهمة من كل معالج ممكن يسبب لها مشكلة جسدية. فبتتضايق ليز جدا وبتفكر في المفروض تعمله عشان تنقذ نفسها، وبتطلب من المتحدث الآلي إنه يدور باسمها تاني على الإنترنت، تشوف فيديوهات ليها وبتتكلم عن أجهزة التبريد الطبية والكبسولات الزمنية، وبتعرف إنها اللي صممت الجهاز. فبتحاول إنها تحفظ ذكرياتها أكتر من خلال الصدمات الكهربائية اللي بتحصل لها لما تحاول تفتح الكبسولة بنفسها، وبتفضل تعرض نفسها لأكتر من صدمة لحد ما بتفكر نفسها وهي مع ليو في غرفة العمليات، وتشوفه قدامها وهو بيموت بعد ما اتصاب بالفيروس. وقبل ما يموت بيقول لهم إنهم هيتقابلوا قريب، وبتنهار ليز وبتقرر إنها تفتح الكبسولة وتموت وسط الفضاء أحسن ما تموت مخنوقة. لكنها بتتصل بوالدتها الأول وبتبقى عايزة بس تسمع صوتها، وبيتقطع الخط وبتطلب ليز من الجهاز إنه يفتح الكبسولة. لكن فجأة بيجيلها ذكرى عن ليو وكأنه في نفس مكانها، فبتوقف عملية فتح الكبسولة وبتسأل الجهاز عن عدد وحدات التبريد اللي زيها، وبتعرف إن عددهم 90,000، وإنها النموذج الحيوي الوحيد اللي صحي قبل ميعاده، والباقي يا إما مات يا إما اتصدم في الكويكبات الفضائية، أو لسه عايش وسليم. فبتطلب منه ليه صور داخلية لكل الوحدات الموجودة ده عشان تدور على ليو. لكن الجهاز بيبقى مش عارف اسم ليو، فبتحاول ليز إنها تفكر وبتغمض عينيها وتشوف ليو قدامها وفي إيده رقم واللي بيبقى 42. بتطلب من الجهاز يعرض له صورة أوميكرون 42. فعلا بتلاقي ليو واللي بيبقى وحداته بتشتغل بشكل كامل وسليم. بتفرح ليز جدا، لكنها فجأة بتلاحظ إن العلامة اللي في وش ليو مش موجودة. فبتطلب من الجهاز يبحث عن ليز تاني، وبتشوف نفسها وهي عجوزة جدا، وبتتكلم عن استنساخ كامل للجنس البشري بما فيه القدرة على نقل الذكريات. بتتصدم ليز وبتعرف إنها نسخة بشرية، وبتنهار وبتقول لنفسها إنه مجرد فار تجارب، إنها المفروض تموت في الفضاء. بتقرر تسجل لليو مكالمة قبل ما تموت، وده بعد ما بتوصل نسبة الأكسجين ل4%. بتتكلم مع ليو وبتقوله على إن الرغم من إن لهم ذكريات مع بعض، إلا إن عمرهم ما عاشوها. وفجأة بتحس إنها فعلا ممكن تعيش كل حاجة من تاني على كوكب جديد. بتحاول تفكر في حل، لكن فجأة بيعمل الجهاز إجراء إجباري بسبب انخفاض نسبة الأكسجين، واللي بيبقى بروتوكول القتل الرحيم. فبتشيل ليز كل حقن الوريد اللي ممكن تاخد فيها الحقنة، ومتكونش قادرة توصل لرجلها. على آخر لحظة بتشيل الحقنة منها، وبتقع المادة على الأرض. وبعدها بتطلب ليز من الجهاز يحول كل وظائف المعالج الخاص ببروتوكول القتل الرحيم للمعالج المسؤول عن الصباط. وفعلا بتنجح عمليات النقل، وبتدخل ليز في مرحلة تجهز للصباط، وبترجع تركب كل الحقن والأجهزة اللي شالتها من جسمها. لكن بتلاقي نسبة الأكسجين وصلت ل2%. بتعرف إن مفيش أي فرصة إنها ترجع للحياة من تاني. لكن مرة واحدة بيجيلها فكرة، وبتسأل ليز الجهاز لو في أي إمكانية لنقل الأكسجين من الوحدات إلى النماذج الحيوية فيه. فبيقول لها الجهاز إنه هياخد وقت طويل جدا، فبتدي الجهاز أمر في بدء نقل الأكسجين لها في الوقت اللي بتتدخل فيه مرحلة السباط. وبكده أول ما بتوصل للكوكب الجديد هيكون ساعتها الجهاز خلص عمليات نقل الأكسجين، وهيتم إنعاشها. وبتنام ليز وهي سعيدة. وبيخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.